إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، يسعدنا أن نرحب بكم عبر إذاعة إرنا الدولية في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 من أبريل عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، يستعرض لكم الزميل أحمد الجزء الأول من مقالة الكاتب والباحث في الشأن الإفريقي الدكتور إدريس أبو بكر جميل، والتي تحمل عنوان مشاكل القرن الإفريقي ومتطلبات الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية والإقليمية. على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من المقال في حلقة الأسبوع القادم من البرنامج بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الحكومة الإريترية تطلق سراح 46 أثيوبيا كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق في مناطق سيطرتها في إقليم التيغراي. الحرب السودانية تدخل عامها الثاني وسط مخاوف من أن تصبح حربا منسية في ظل انشغال العالم بالقضايا الأخرى، وباريس تستضيف مؤتمرا للمانحين، وطرفي الصراع أبرز الغائبين عن حضوره. والاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه من خطة الحكومة الصومالية لنشر قوات متعددة الجنسيات خلفا لبعثة الاتحاد الإفريقي التي تنتهي مهامها مع نهاية العام الجاري. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت صحيفة أديس ستاندرد بأن الحكومة الإريترية أطلقت سراح 46 أثيوبيا من منطقة التيغراي. ونقلت الصحيفة عن مبرهة جزاء رئيس الأمن والسلم في منطقة تحتاء أديابو المتاخمة للحدود الإريترية قوله إن المعتقلين الذين أطلق سراحهم تم اختطافهم من المنطقة، ومن ثم اقتيدوا إلى الاحتجاز في سجن بارنتو بإقليم الجاش بركة. وأمضى المختطفون فترة اعتقال تراوحت ما بين شهرين إلى عام قبل أن يطلق سراحهم يوم الجمعة الماضي. وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن التقارير تشير إلى أن اختطاف الأفراد من مناطق داخل تيغراي الخاضعة لسيطرة القوات الإريترية قد تصاعد على الرغم من توقيع اتفاق السلام بين طرفي الحرب في أثيوبيا في نوفمبر من العام 2022. احتضنت العاصمة الفرنسية باريس الاثنين مؤتمرا دوليا بخصوص الأزمة السودانية يهدف إلى جمع مساعدات مالية من المانحين لمواجهة تداعيات الحرب في السودان والدول المجاورة. وسعى مؤتمر المانحين في باريس إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة والنقص الذي يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار. وفي ختام المؤتمر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمر باريس نجح في تعهدات بأكثر من 2 مليار يورو للسودان، وأكد أن بلاده ستساهم ب150 مليون يورو استجابة للأزمة الإنسانية في السودان. وأشار إلى أن المساعدات المالية للسودان لا يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية. ويأتي عقد هذا المؤتمر متزامنا مع دخول الحرب في السودان عامها الثاني وسط مخاوف الكثيرين من أنها أصبحت حربا منسية بالرغم من استمرار نزيفها وحجم الدمار الذي خلفته حتى الآن، حيث أدت وفق إحصاءات المراقبين والمنظمات الدولية إلى مقتل ما لا يقل عن 15,000 شخص وعدد غير محدد من المصابين والمفقودين،
إضافة إلى تهجير نحو 8,5 ملايين شخص ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة ودمرت البنى التحتية. هذا واستثنت الجهات المنظمة لمؤتمر باريس طرفي الصراع من المشاركة. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعربت في وقت سابق عن بالغ دهشتها واستنكارها أن يعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان، الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو في الأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها حسب ما جاء في البيان. وفي الذكرى الأولى للحرب في السودان، حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريلو من خطورة النزاع السوداني، داعيا إلى ضرورة حل الأزمة سريعا قبل تحولها إلى حرب إقليمية. ورجح بريلو أن تبدأ محادثات جدة قريبا دون تحديد التاريخ، مشيرا إلى وجود مفاوضات غير رسمية تجري في الوقت الحالي وفق ما ذكر صحيفة الشرق الأوسط. وفي الأثناء شهدت مدينة الفاشر اشتباكات بين قوات الدعم السريع وقوات مشتركة للحركات المسلحة الموالية للجيش السوداني. وقالت لجنة أطباء السودان إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الطرفين. من جهة ثانية، قال موقع سودان تريبيون نقلا عن شهود عيان بأن قوات الدعم السريع سيطرت على منطقة مليط شمال مدينة الفاشر، وذلك بعد قتال عنيف مع قوات مشتركة للحركات المسلحة. وكانت قوات الدعم السريع قد دفعت في وقت سابق بأعداد كبيرة من قواتها إلى المنطقة في محاولة للسيطرة عليها وتضييق الخناق على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي ما زالت في يد الجيش السوداني. أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه من خطة جديدة للحكومة الصومالية تهدف إلى نشر قوات دولية في الصومال بعد اكتمال انسحاب جنود بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية من الصومال نهاية العام الجاري. وأشار بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي إلى مخاوف إزاء نقص التمويل للبعثة الإفريقية في الصومال والاندفاع للتخطيط لعملية جديدة قد تؤدي إلى تراجع المكاسب التي تحققت خلال 17 عاما في الحرب ضد حركة الشباب. وقال الاتحاد الإفريقي إنه يقوم بتقييم شكل ونطاق هذه القوات الجديدة التي لم تقدم الحكومة الصومالية بعد تفاصيلها، والتي سيتم نشرها في الصومال بعد انتهاء عملية بعثة الاتحاد، مشيرا إلى أنه سيقوم بدراسة الخطة قبل التماس الدعم من مجلس الأمن الدولي. وكانت الحكومة الصومالية قد طلبت في الأسبوع الماضي قوات متعددة الجنسيات بقيادة الاتحاد الإفريقي تحل محل البعثة الإفريقية المقرر انسحابها من الصومال في نهاية العام الجاري. وكان مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي قد رحب باقتراح الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد بعثة الاتحاد الإفريقي. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يستعرض لكم الزميل أحمد الجزء الأول من مقال للكاتب والباحث في الشأن الإفريقي الدكتور إدريس أبو بكر جميل، والذي يحمل عنوان مشاكل القرن الإفريقي ومتطلبات الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية والإقليمية. على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من المقال في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة إيرينا الدولية في باريس، وفي حلقة جديدة في برنامج متابعات. يسرني أن أدعوكم اليوم للاستماع ومتابعة هذه الحلقة، وهي متابعة لما كتبه الباحث الأستاذ الدكتور إدريس جميل، وهو باحث في العلاقات الدولية ومقيم في لندن. نشر مقالة في غاية الأهمية كعادته طبعا، وهو باحث مشهود له بالبحث الجيد. مقالته الأخيرة التي نشرت في عدد من الوسائل الإعلامية
مشاكل القرن الإفريقي تتطلب الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية الإقليمية. هذا هو العنوان البارز للبحث الذي قدمه الدكتور إدريس جميل. ونقلا عن مركز الخليج للأبحاث وتعميما للفائدة، يسرنا أن نستعرضه مع الشكر الجزيل للدكتور إدريس، وهو قد بعث إلي ذلك المقال، وعندنا موافقة كاملة وموافقة مبدئية ومطلقة مفتوحة لاستعراض كل ما ينشره الدكتور إدريس جميل. يقول في دراسته الأخيرة، يرصد هذا المقال ويحلل الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مبينا أهمية المنطقة للقوى الدولية والإقليمية، طبيعة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، محدداتها وعناصرها التفاعلية، مواقف واتجاهات القوى المتصارعة في الإقليم، وأسباب عدم تماسك القوى المحلية. كما يناقش المقال الفرص والحلول لمعالجة معضلة الأمن في المنطقة، وكذلك الدور المرتجى من الفاعلين الدوليين والإقليميين والمحليين. وفي عنوان فرعي يقول: أهمية القرن الإفريقي والبحر الأحمر جاء ما يلي. يعود اكتساب المواقع لأهميتها الاستراتيجية في العالم إلى الميزات الجغرافية أو إلى عوامل القوى الأخرى السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والحضارية إلى آخره، وذات التأثير المباشر أو غير المباشر في المجتمع الدولي أو أجزاء منه. فمنطقة القرن الإفريقي تقع ضمن المناطق الموسومة بالجيوستراتيجية، الأمر الذي جعلها منطقة ذات أهمية استراتيجية للقوى الدولية والإقليمية عبر العصور. فمن الناحية الجغرافية يطلق القرن الإفريقي على الجزء البارز من اليابس على شكل قرن الذي يفصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وسياسيا يشمل دول الصومال، إثيوبيا، جيبوتي، وإريتريا، ويضيف إليه البعض السودان وكينيا كوحدات سياسية قائمة في رقعة جغرافية متصلة، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 200 مليون نسمة في مساحة تقترب من 5 ملايين كيلومتر مربع. واستراتيجيا إن دائرة التأثر والتأثير لمنطقة القرن الإفريقي تتجاوز التعريفين السابقين، إذ تمتد إلى دول البحيرات العظمى وشبه الجزيرة العربية ومصر وليبيا، وأن الدائرة الاستراتيجية لا تتكامل ما لم تؤخذ في الحسبان تلك المناطق استقرارا واضطرابا، ذلك بحكم التقارب الجغرافي والتداخل الثقافي، وكذلك التواصل الاجتماعي والسكاني والمصير المشترك. بعبارة أخرى، بأن دلالات التأثر والتأثير لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تتعدى الحدود الجغرافية للأهمية الاستراتيجية التي تحتلها، ولارتباطها بتلك المناطق ارتباطا استراتيجيا. وبناء عليه نجد أن أغلب الدول الكبرى تربط منطقة القرن الإفريقي وتلك المناطق باستراتيجية موحدة. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو. والعامل الذي جعلت منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر منطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى للقوى الدولية والإقليمية عبر التاريخ هي عديدة، ويمكن إجمالها على النحو الآتي. أولا، الموقع الاستراتيجي للقرن الإفريقي
يكمن في سيطرته من الشرق على البحر الأحمر، ومن الجنوب الشرقي على المحيط الهندي، وإشرافه على خليج عدن، وسيطرته على النيل ومنابعه، وعلى مضيق باب المندب الذي يربط القارات الثلاث بأقصر طرق الملاحة للتجارة الدولية، خاصة تجارة النفط، كما يعد أيضا ممرا مائيا مهما للقوى الدولية والإقليمية لتحركاتها العسكرية وقطعها البحرية أو قطعها البحرية من مراكزها الأصلية ومناطق انتشارها في أجزاء مختلفة من العالم، ولذا تهتم بها القوى الدولية اهتماما مستمرا دون استثناء. ثانيا، القرب المكافئ من مناطق إنتاج البترول في الخليج العربي وطرق ملاحتها إلى الدول الصناعية. وفي سياق من يتحكم في هذه المنطقة، فإنه ستكون له السيطرة في خنق الملاحة في أهم مرماء في العالم. والأهمية الأخرى لهذه المنطقة تكمن في وفرة الموارد الطبيعية من أراضٍ زراعية شاسعة ومخزون مائي كبير. فعلى سبيل المثال للحصر، إن الهضبة الإثيوبية ترفد النيل بما يعادل 85% من موارده المائية، كما يعتقد وجود احتياطات كبيرة من البترول والغاز والبوتاسيوم ومصادر الطاقة الأخرى ومعادن نفيسة في البر والبحر، كما أن المنطقة تعد بوصفها سوقا اقتصاديا واعدة لكثافتها السكانية، مع وجود موانئ كثيرة في المنطقة يمكن من النفاذ عبرها إلى الأسواق الكبيرة في إفريقيا. وفي الوقت نفسه عزيزي المستمع، كما يرى الدكتور إدريس جميل في مقالته، قد تكون موانئ منافسة أو مساعدة لموانئ كبرى في المنطقة أو في العالم. كل هذه الأمور وغيرها مجتمعة تمنح المنطقة أهمية أخرى، وهي جيو اقتصادية لا تقل أهمية من الجيوسياسية والأمنية. ثالثا، يمكن التحكم على مياه البحر الأحمر وطرق الملاحة فيها، وذلك لضيقها وكثرة الجزر غير المأهولة فيها والمتناثرة جنوبا وشمالا، والتي يسهل جعلها نقاط خنق وحصار والتحكم الاستراتيجي في أي وقت وفي أي ظرف. رابعا، إن هذه المنطقة أيضا لها أهمية حضارية لتلاقي الحضارتين المسيحية والإسلامية فيها، لوقوعها في المنطقة الفاصلة بين الحزام المسيحي والإسلامي الذي يمتد من شرق إفريقيا مرورا بمنطقة القرن الإفريقي وانتهاء بأواسط السودان وتشاد، الأمر الذي جعلها في تدافع وتحت مراقبة مستمرة من القوى الدولية، حتى لا يقود هذا الحزام إلى انتشار الإسلام في معاقل المسيحية على النحو الذي حدث للممالك المسيحية في السودان في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. من هذا المنظور، فإن أي تغيير في هذه المعادلة غير مرحب به من القوى الدولية المهيمنة اليوم في العالم، حتى لا تعرقل استراتيجيتها المرسومة لهذه المنطقة والمناطق المجاورة لها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى القرب الشديد لهذه المنطقة من قلب العالم الإسلامي ومقدساته مثل الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. وبحكم أن هذه المنطقة تمثل ظهيرا خلفيا لتلك المقدسات، فقد أصبحت تتأثر وتؤثر عبر التاريخ بالتطورات الجارية في قلب العالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال الحصر، الحروب الصليبية في مختلف مراحلها، والصراع العربي الإسرائيلي، والصراع السني الشيعي في الوقت الحالي، وغيرها تمثل أمثلة كثيرة. كل هذه التعقيدات والتشابكات الدولية والإقليمية تعكس الأهمية الحضارية لهذه المنطقة. هذه إذاعة إرنا.
أعزائنا، لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس وحلقة في برنامج متابعات، ونتابع هذه المرة مقالة كتبها الدكتور إدريس جميل، وتتحدث عن منطقة القرن الإفريقي وأهميتها والتشابكات الإقليمية والدولية فيها. في عنوان فرعي جاء على النحو التالي: التحديات الأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. يقول تحت هذا العنوان الفرعي: للاعتبارات السابقة الاستراتيجية والسياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والحضارية، وقعت منطقة القرن الإفريقي من قديم الزمان ضمن استراتيجيات وتجاذبات القوى الدولية والإقليمية، كما كانت جزءا من تجاذبات المعسكرين الشرقي والغربي أثناء الحرب الباردة، وخضوعها في الوقت الحالي لنفوذ القوى الدولية الكبرى المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا، ولنفوذ القوى الصينية الصاعدة وحلفائها الروس وغيرهم، وتنافس إيرادات القوى الإقليمية الساعية لإيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة الحيوية. وتشمل القوى الإقليمية دولا عربية موجودة على حدود القرن الإفريقي ولها مصالح مشروعة، مثل مصر العربية والسعودية، ودول أخرى وغير عربية كإسرائيل وإيران وتركيا. بمقابل هذا التنافس المحموم من القوى الدولية والإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فإن دولها تعاني من عدم الاستقرار السياسي وصراعات داخلية وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة، وإن هذه التفاعلات بين المستويات الثلاث المحلية والإقليمية والدولية متشابكة أدت إلى عدم الاستقرار، وتباعا شكلت التهديدات والمخاطر الأمنية الماثلة أمامنا اليوم في المنطقة. وبالنظر إلى التحديات الأمنية المحلية، يرى الدكتور إدريس جميل توصف منطقة القرن الإفريقي عبر التاريخ بعدم الاستقرار الأمني، يعود ذلك إلى عدد من العوامل على المستوى المحلي، من بينها أزمة بناء الدولة والهوية، الفقر والحرمان، الاختلال في توزيع الثروة والسلطة، مشكلة القيادة، طبيعة النظم التي حكمت وتحكم دول القرن الإفريقي باعتبارها نظم استبدادية تكرس سيطرة مجموعة بعينها وتهمش الآخرين، ينتج عنه عنف مضاد. ليس هذا فحسب، بل صراعات أخرى من بين دولها المرتبطة برسم الحدود والتدهور البيئي وزيادة رقعة التصحر. ومن عناصر الصراع في المنطقة النزاع حول مياه النيل، وذلك بين دول المنبع والمصب، رغبة إثيوبيا على سبيل المثال في الوصول إلى البحر الأحمر دون الاهتمام بقانون البحار الدولي والبنود الخاصة المنظمة للعلاقات بين الدول الحبيسة والدول الساحلية، الأمر الذي تسبب في الصراع بين إريتريا وإثيوبيا لعقود. ومرة أخرى تعيد إثيوبيا التجربة نفسها بإبرامها الشهر الماضي مذكرة تفاهم وتعاون مع رئيس دولة أرض الصومال غير المعترف بها دوليا، بموجبها ستحصل إثيوبيا على منفذ بحري مساحته تصل 20 كيلومتر لمدة 50 عاما تستخدمه لأغراض تجارية وعسكرية، وبمقابل ذلك تنال أرض الصومال أسهما في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، واعترافا من إثيوبيا بوصفها دولة مستقلة. من جانبها عدت الحكومة الفيدرالية الصومالية هذا الإجراء تعديا سافرا على سيادة وحدة الصومال، وقالت أنها ستتخذ جميع الوسائل للدفاع عن أراضيها. وفي حال مضت إثيوبيا وأرض الصومال في هذا الاتفاق دون الرجوع إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية، فقد يؤدي ذلك إلى إشعال الحرب في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
إن الأزمة المذكورة أعلاه وما قدمناه لك عزيزي المستمع من خلال رصد ومقال الدكتور إدريس جميل، هذه وغيرها مجتمعة أدت وتؤدي إلى مستويات من الصراعات المختلفة في المنطقة، منها الصراعات الداخلية كالحروب الأهلية وحروب نظامية بين دول المنطقة، وتشابكها مع البعد الدولي أوصلت غالبية دول القرن الإفريقي إلى دول ضعيفة وغير قادرة على مواجهة المصاعب الاقتصادية والتهديدات الأمنية والإنسانية في المنطقة. الأمر الذي تسبب وما زال في لجوء غير مسبوق لكل من الصومال، إثيوبيا، إريتريا والسودان إلى الدول المجاورة أو إلى دول غربية. أيضا إن هشاشة مؤسسات دول القرن الإفريقي وعدم التعاون فيما بينها أدى إلى ظهور لاعبين آخرين في المنطقة من غير الدول، مثل الميليشيات والحركات الانفصالية المسلحة والجماعات المتطرفة، إضافة إلى التهديدات النابعة من أعمال القراصنة وأنشطتهم ضد السفن التجارية، هذا فضلا عن شبكات الجريمة المنظمة الأخرى إلى آخره، بعضها يعمل ضمن الحدود وآخرون عبر الحدود. هذه الأمور وغيرها مجتمعة جعلت الوضع الأمني في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر أشد تعقيدا وأكثر تهديدا لأمن وسلامة هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها. إن السيناريو المتوقع ما لم تحصل معالجات لهذه الصراعات المعقدة من جذورها في هذه المنطقة، فإن شبكة التهديدات الأمنية ستستمر في تهديد منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر معا، وسيكون لها انعكاسات سلبية بعيدة المدى في المنطقة وأمنها البحري وفي عمقها الإفريقي وفي الضفة المقابلة لها في شبه الجزيرة العربية. إن مصادر هذه التهديدات يعود إلى عجز دول القرن الإفريقي عن مواجهة تحديات بناء الدولة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية إلى آخره، وخطر تزايد الجماعات المتطرفة العابرة للقارات وشبكات الجريمة المنظمة مثل شبكات الاتجار بالبشر، السلاح، المخدرات، غسيل الأموال، الهجرة غير الشرعية، القرصنة إلى آخره. ما لم يحصل تدارك عاجل لتلك التحديات فقد تصبح المنطقة بؤرة تهدد السلم والأمن الدوليين، وستشكل أيضا هاجسا أمنيا معرقلا للتجارة الدولية العابرة بالبحر الأحمر والأمن البحري العالمي برمته، وذلك بالنظر لما تحتله هذه المنطقة من أهمية في الممرات البحرية الدولية، وأن هذه التطورات ستضع الشركات الناقلة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في استخدام في هذا الممر مع تحمل المخاطر والتأمينات العالية، أو تحويل مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح البعيد الذي يؤخر تسليم الشحنات لأكثر من 10 أيام مع ارتفاع التكاليف. هذان الأمران سيؤثران سلبا في التجارة الدولية وفي الشركات المرتبطة بهذا المجال في المنطقة مثل قناة السويس وغيرها، أسوأ مما حصل لها أثناء نشاط القراصنة الصوماليين قبل أعوام وهجوم الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل في الشهر الماضي. ثانيا، القوى الإقليمية. تشهد منطقة القرن الإفريقي تنافسا قويا بين إرادات القوى الإقليمية الساعية لإيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة الحيوية، وتشمل هذه القوى دولا عربية وغير عربية كإسرائيل، إيران وتركيا. فاستراتيجية مصر في منطقة القرن الإفريقي عبر التاريخ قائمة على أمن البحر الأحمر ومياه النيل، مثلها ترى
المملكة العربية السعودية أهمية القرن الإفريقي في حماية أمن البحر الأحمر وأمنها القومي. أما إسرائيل فتعد منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تعدها جزءا من أمنها القومي وعمقها الاستراتيجي لتأمين طرق ملاحتها التجارية والعسكرية العابرة عبرها ومزاحمة القوى المنافسة لها في الإقليم، وعوامل أخرى مثل مكافحة تهريب السلاح إلى فلسطين ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى آخره. أما اهتمام إيران أكثر بهذه المنطقة فقد جاء بعد أن حوصرت شمالا من القوى النووية الروسية وشرقا من القوتين النوويتين باكستان والهند، فأصبح تركيزها أكثر بالبحر الأحمر بضفتيه لخلق مزيد من العمق الاستراتيجي والنفاذ عبرها إلى القارة الإفريقية وتقويض جهود القوى المنافسة لها في المنطقة. ومن القوى الأخرى المهتمة بهذه المنطقة تركيا التي تتحرك عبر بوابة الصومال والسودان بهدف بسط نفوذها السياسي والأمني في المنطقة وتحقيق شراكات ومكاسب اقتصادية لها. على العموم إن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر أضحت منطقة تجاذب وتفاعل للقوى الإقليمية مثل الصراع العربي الإسرائيلي، الإيراني الإسرائيلي، الخليجي الإيراني، الإثيوبي المصري إلى آخره، وتدخل بعض هذه القوى في الصراعات الداخلية إضافة إلى الحروب الأهلية التجارية أو الجارية في اليمن والسودان. هذه الأمور وغيرها تشكل تحديات أمنية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة إيرنا الدولية في باريس، لمقالة الدكتور إدريس جميل بقية ولا بد من استعراضها لكم، ولكن سنتوقف اليوم هنا حيث سنتحدث في الحلقة المقبلة نقلا عن مقالته عن القوى الدولية وكذلك ما هي الحلول أو حلول معضلة الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وكذلك سنقرأ عليكم الخلاصة التي وصل إليها الكاتب الدكتور إدريس جميل، والذي جاء عنوان مقالته: مشاكل القرن الإفريقي تتطلب الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية الإقليمية. نشر المقال بمركز الخليج للأبحاث تعميما للفائدة. قرأناه لكم كجزء أول في برنامج متابعات من إذاعة إيرنا الدولية في باريس. شكرا للدكتور إدريس جميل، وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء على متابعتكم، وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف الذي قدم لكم هذا المقال، وتحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج وكذلك المونتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الحكومة الإريترية تطلق سراح 46 أثيوبيا كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق في مناطق سيطرتها في إقليم التيغراي. الحرب السودانية تدخل عامها الثاني وسط مخاوف من أن تصبح حربا منسية في ظل انشغال العالم بالقضايا الأخرى، وباريس تستضيف مؤتمرا للمانحين وطرفي الصراع أبرز الغائبين عن حضوره. والاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه من خطة الحكومة الصومالية لنشر قوات متعددة الجنسيات خلفا لبعثة الاتحاد الإفريقي التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه
إذاعة إرنا.